النهاردة هتشوف اختراعات عمرك ما كنت تتخيل انها موجودة، من ادوات بسيطة لاجهزة تكنولوجية متطورة. وفي الفيديو ده هعرض لكم مجموعة من اغرب واذكى الاختراعات اللي فعلا تحس انها جاية من عالم تاني. انا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. شركة لينوفو فعلا أبدعت المرة دي لما قررت تعمل لابتوب بشاشة أوليد مقاس 16 بوصة، بتتني وتتفتح زي ما تحب وتقدر تستخدمها كشاشة واحدة. جهاز زي ده أظن معمول للناس المحترفين في التكنولوجيا والهندسة والبرمجة العالية. السلم اللي قدامك ده واحد من الاختراعات المميزة جدا، لأنك بتقدر تتحكم فيه بسهولة تامة، وكمان هيساعد إخواتنا من ذو الهمم في التنقل بكل راحة في الأماكن العامة. وأظن خطوة زي دي هتسهل الأمور علينا كتير جدا. استخدام الروبوتات في المستقبل هيكون جزء أساسي من حياتنا، وزي ما انتم شايفين دلوقتي بيتم استخدامهم في المجالات الزراعية لرش الأشجار بدقة عالية جدا، وده أكيد هيساعد في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل بشكل كبير. ده من الاختراعات المهمة جدا للناس اللي بتتحرك كتير أو شغلها بيعتمد على الركبة، لأن هيسهل عليهم الحركة من غير ما يحسوا بأي تعب أو ألم، وكمان هيتحركوا بيه بكل سهولة وراحة. ده اختراع فعلا من الحاجات المميزة جدا، لأن ما بيكونش فارق معاه طريق عادي أو سكة حديد، بيقدر يتحرك عليهم بكل سهولة، وكمان بيقدر يشد أكتر من 60 طن، وبيمشي في أصعب الطرق من غير أي مشاكل. الأماكن المخفية دايما ليها طابع خاص، وزي ما انتوا شايفين قدامكم كده دي من الحاجات اللي بتعجب ناس كتير، لأن مفيش حرامي هيقدر يوصل أو حتى يتخيل إن في حاجة مستخبية في المكان ده. دلوقتي بقى تقدر تزرع نباتات عندك وتهتم بيها بشكل مختلف. النموذج اللي قدامنا ده معمول من المعدن اللي بيتأثر بأقل درجة حرارة، علشان كده الزهور بتفتح لوحدها أول ما تحس بحرارة الشمس، وكأنك بتتفرج على ورد حقيقي بيصحى من أول ضوء. تخيل ان التكنولوجيا وصلت لدرجة انهم يخترعوا آلة لغسل النظارات، حاجة كده شبه غسيل العربيات بالظبط. كل اللي عليك انك تحط النظارة جواها، وفي اقل من دقيقتين هتكون غسلتها ونضفتها وخلتها بتلمع كأنها جديد. شركة نايك بالتعاون مع هايبر قدروا يصنعوا حذاء تعافي بقدرة هائلة جدا على التحمل. في خلال 15 دقيقة بس، وباستخدام 3 مستويات من الضغط والحرارة، الحذاء ده بيساعدك تتخلص من الإصابة ويعزز أدائك بشكل كبير. وده فعلا هيكون نقلة جديدة في عالم الرياضة وراحة الجسم. طبعا زي ما كلنا عارفين ان في جراشات مخصوصة للعربيات، دلوقتي بقى في جراج تقدر تركن اليخت بتاعتك فيه بكل سهولة، والجراج ده بيقدر يشيل عدد كبير جدا، والنظام بتاعه نظام عبقري، تقدر تدخل فيه بسهولة وتخرج اسهل ما كنت داخل. خلاص من هنا ورايح مش هتشيل هم الزحمة ولا الركنة، لان التكنولوجيا اللي جاية شبه اللي قدامكم بالظبط. العربية بتتحرك في كل الاتجاهات، قدام وورا وشمال ويمين، وده بيخليك تقدر تركن في اي مكان حتى لو كان ضيق. الاختراعات دي والافكار دي بجد ممتازة جدا، انك تقدر تحرك عربيتك بكل سهولة وتركنها في اي مكان، والاجمل كمان انك تقدر تلفها من غير اي مشكلة. بصراحة اختراعات زي دي مفيدة جدا للبشرية، وبتقدر توفر وقت ومجهود بشكل رهيب. خلاص بعد كده لما تدخل تشتري حاجة مش هتضيع وقت على الدفع، كل اللي عليك انك هتعدي على الجهاز ده وهيعرفك فورا ايه اللي معاك ويحسب لك السعر، وكمان بيسحب المبلغ من الفيزا وانت واقف في ثانية واحدة. اظن مفيش راحة اكتر من كده. اللي قدامكم دي واحدة من اذكى الافكار. لو حابب تروح مشوار بالعجلة والمسافة طويلة، تقدر تركنها في الباركن ده بكل امان وتكمل طريقك بالقطر عادي. الروبوت اللي شايفينه قدامكم ده من الاختراعات اللي هتساعد البشرية بشكل كبير، لأنه عنده القدرة يدخل أي مكان فيه خطر علشان ينقذ أي حاجة مهمة، وكمان من غير ما يعرض حياة اللي موجود للخطر. الطيارة اللي قدامكم دي مش طيارة عادية خالص، لأنها عندها القدرة تشيل حوالي 1200 جالون مية، وبيتم استخدامها في مكافحة الحرائق، وكمان عندها القدرة في التعامل مع أصعب المواقف. بص بقى، سواء كان عندك طفل ولا لأ، فالعجلة اللي قدامك دي من مستوى تاني خالص، واكيد هتفكر فيها، لانك تقدر تاخدها معاك في اي مكان بسهولة، وتفردها او تلمها بحركة واحدة بس، يعني خفيفة وعملية ومناسبة لكل وقت ومكان.
تصور ان الشاشة اللي قدامك دي كلها شاشة LED، لكنها واحدة من اجمل واذكى الاختراعات اللي ممكن تشوفها، لانها مكونة من اجزاء صغيرة وكل جزء بيتحرك مع التاني في تناسق رهيب يخليك تحس ان اللي قدامك مش حقيقي خالص. مع الحامل اللي قدامك ده مش هتقلق خالص على ركنة الموتوسيكل بتاعك، هيسمح لك تتحرك بالطريقة اللي تناسبك وفي اي اتجاه تحبه. والمميز كمان ان سهل جدا في الاستخدام وبيتحرك معاك بكل سهولة. الكرسي اللي قدامك ده مصنوع بالكامل من الالياف الكربونية، وده بيخليه خفيف وفي نفس الوقت قوي جدا، واي حد يتمناه فعلا. والمميز فيه ان مهما تهزه او تحركه عمره ما هيقع بيك، لانه ثابت بشكل يخليك تحس بالامان وانت قاعد عليه. تخيل معايا كده العالم هيكون عامل ازاي بالتقنيات اللي قدامك دي. اكيد كل حاجة هتبقى اسهل بكتير، لانك تقدر تحرك اي حاجة من مكانها مهما كانت تقيلة او صعب تحريكها. الآلة دي فعلا في حتة تانية خالص، لانها بتقدر تمسح اي مية قدامها وبطريقة سهلة وسريعة، لدرجة انها احسن من المساحات نفسها. الجهاز ده اي حد يتمناه في بيته، وده لانه بيقشر البيت اوتوماتيك زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة طريقته احسن مننا بكتير. الاختراع ده من اجمل واذكى الاختراعات فعلا، وده عبارة عن درون عنده القدرة ينزل تحت المية لمسافات كبيرة جدا، وكمان بيصور بجودة عالية فوق الخيال، حاجة كده تخليك تشوف عالم البحر وكأنك موجود فيه بنفسك. الآلة دي بقى أجمد بكتير من اللي قبلها، ودي بتشتغل عن طريق إن بتاخد البيضة واحدة ورا التانية وتسويها وتقدمها بالشكل ده. بصراحة حاجة تحفة وبتوفر وقت ومجهود بشكل خرافي. الاختراعات وصلت لدرجة إنهم قدروا يصمموا جسر متحرك، وده وظيفته إنه بيتم استخدامه وقت أعمال الطرق أو أي حاجة ممكن تعطل المرور، وساعتها بيتم تشغيل الجسر المتنقل ده علشان الحركة تفضل ماشية من غير أي توقف. فعلا تفكير ذكي وحل عملي جدا. خلاص دلوقتي توصيل الطلبات بقى بالطيارات بدون طيار، بتوصلك بشكل أسرع وفي خلال 90 ثانية بس. انتوا متخيلين الوقت قد ايه؟ الموضوع بقى أسرع وأسهل من أي وقت فات. اللي قدامكم ده اسمه الحذاء العنكبوتي URS، وده تم تصميمه مخصوص علشان يحمي رجل الجندي في حالة حدوث أي انفجارات، خصوصا أثناء التحرك في المناطق اللي ممكن يكون فيها ألغام. وده من الاختراعات الذكية جدا اللي أكيد هتكون سبب في إنقاذ حياة ناس كتير. أكيد إنك تقدر تشوف أي حاجة بسهولة، ده هيوفر عليك كتير جدا، وده بالظبط اللي بيقدمه جهاز BX1 اللي بيستخدم الأشعة السينية المزدوجة، ويقدر يوضح لك كل حاجة أثناء التفتيش بسرعة ومن غير ما تلمس أي حاجة أو تحتك بأي شخص. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، السلام عليكم.